Kiren Sayop. إلا كرنكم كرن سيوب تام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيثما تنسيتنا يوم 10 صلاح ورح كل ألف وعشرة وسس نا يوم برنامجات راديو سأيوب اللي لتليته سلف مقابلة مثل المحلل السياسي السيد علي هندي في إريتريا وأثيوبيا قبلها هلا شاعرنا حرب اندأت لنا هي من صفحات نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك دي التصفحات اللي تكتبها مقالات قلنا قدم أقول كنتو يوم مقالة باها بعربي قلنا قراءاته حتى هي بخصوص حالة لاجئين إريتريين دي مصر وركوبة لو أكي حال من صفحة ناشط سياسي وكاتب محمد رمضان نحالف أقول كنتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيثما تنسيتنا برنامجنا كم على أنبيلكم سلف برنامجنا مثل الأستاذ علي هندي أغنيديتو هي يوم حالتنا في إريتريا وأثيوبيا قبل هلا من حميت دي بالتهام وباختصار بيننا من قبل أسك حرب رقيصة له الحرب اللي هي من اتهامات استبداته سلف دي بمقابلة لبيديو اتهامنا سياسة فرقي الحكومة الإثيوبية ومن هي حكومة إثيوبيا بلست ومنه وعند واصل الله مباشرة حكومة إثيوبيا قبينا وزير خارجيتها إريتريا ردنا إثيوبيا صعبتكم هليت أتأمرا ولا هي كل محللين دي بعالم الهلا دي بدوارنا الهلا كلهم إشاراتنا حربكم سلتو للبل التحليل دي ببعض حملهم يوم دي بالمقابلتنا اللي الحرب اللي هليت ما يهليت انك فوق التقبأت المؤشرات اللي او كان اشاراتنا حرب اللي بدايته كفوته واخرته كفوق جيسكم هليت توقن رأيته. فمرحبا بكم سلف استاذ علي الهندي كفاس مانكا. مرحبا ابو مرحبا ابو سلمت عادل كاوك الله ما تنسيامك سلام لكم حزي تمام كم لا سمعوا ولا تهدق هلا استاذ علي إثيوبيا رسمي قبينا وزير خارجية إريتريا أرد صعبت اللي نا إثيوبيا لتبل زعت فقورام هلو وإلا إشارتنا حربته كما كل البلاد إشارتنا حربته لكن وزير خارجية إثيوبيا أي أردت الإريتريا صعبت له الليت بهلي هلا نسك أزي أرد صعبت الليت النبيلات ولا لتهاجر هلا اسكتا جاهون دي المصي أنت كفتر إياه إشاراتنا حرب أمان يعني حرب تهلمس لك هلا اسكن منا تحليلك رأيك قد أسمع دي بالموضوع اللي سلف هدول لي اولا لحرب من تصنح ما كمثل احنا هذا لحروب اللي تبهل درجاته تختلف هذا مثلا امريكا مثل ايران اللي زبطت فعلا رينا وقت اسرائيل اللي وديت اللي حرب علاني ما تصور بس امريكا ولا حسوا اماكن بلو زبطوا وايران واطلب السد بلا قاعدتنا كمان التحذير انتهبت زبطت يعني اللي مقبي اللي يعني حرب شامله جيوش وغير حاصل دي ما كم سنه بعد ما حاصله كم سنه وقال لك بقى يقدرني صعبته يعني يا عم من قبي تغيير خارطه لقبيته يعني باتجاه عفر لاتو اثيوبيا واتجاه عفر اتو من قبي نتيجتنا على معناته لقبي دي بقى بقينا لخارطه لحصل بودو اللي ازي اثيوبيا طوال انداتو اللي تبقى يقدروني او يعني ولو ودوا من قبي حاليا سياسيا مكسبيا لبهم منوني اللي ما استو مكسب لصنح لهم منه لما وقت لا لعدتهم لما تقولوا لحزبوا لهلو لتغيير سياسي اللي لحزبوا لهلو قولوا يخدم قولوني ثبت لي انا كم سنه تريني هلا زين لا حرب ما حصلت من قبي ضربات تحصل يعني مثلا مع اماكن معينه نزرته من نحر يعني من اريتريا قبل لها هلا
تدخلات مثل تقرأ لك بقى مثل أمحار لك بقى هلا قلا علاقات أبون دوديت ما قلت تسبق قلت تحاول اللي يمكن يعني لمرحلة الحرب ما بس حد من قبل دب إلا حرب تبصحته ده حرب شاملة جيش لأنه لجغرافيتي تساعدني لمناطق تقراي حتى حكومة إثيوبيا دقي سد جيش قلت تبصحتي ويتقدمني وشعب تقراي ما يسمح لاني ضربت لي إثيوبيا اللي زي شمال إثيوبيا نوسو تحت سيطرة الدسابة بشكل سيطرتنا دولتي هلاني يعني دقي سد جيوش الدولية للجيشة عند حاربة يتساتو من قرن ده فتحية لحد مثل حوية اللي كنت بلي قدرني لازم أول مرة سلطته كان للودبو هذا ما نقول هلينا أنا منطقة لتغيير لحصل دي ولا هلا لتغيير مع اللي اللي القوميات أو اللي أقاليم اللي تتبهل نفسه لحكم لها إجلالاته أزي مناطق أمحرة 100% ولا اقتصاديا ما تسيطرت ما تسمح بها تقرأ ما سيطرت من قبل لا إلا دولة مركزية ذات ولا دورنا على دولة منطقة ندد خيال جيسة كم السودان لأنه يقول هل نازي لا هذا ما قبل سبت لي الحروب لا تمتازي بعد كده لا دولة منطقة حروب متقطعة يعني حروب متواصلة أو حروب جيوش وجهة تشارك كده تمام. طيب مثلك اثيوبيا يعني يأشرتني أرد فلان ثبوت من هنا هلا بيلتني يعني مو بهلتات اللي يعني مثلا بدير ويانا زي بزمننا حربنا حرب شامله زمن بادمه اثيوبيا اعلان رسمي ودت اريتريا رديتنا صابتت لت بادمه صابتت بادمه يبلسوا من يقبي هي سلام يبلسوا من يقبي حرب قلنا هرستو بيلو قبينا برلمان رسمي حرب اعلان ودت لكن سمعت شورامي هلوني كمن مسلك يعني قلت طبعا الاتفاق اللي حاصل في نجيهم اتفاق برلمان رأي أو اتفاق رسمي يعني وقت لنا الجيش الإريتري الاتفاق كم سلة بدير ما تقراي وشعبية قمت رجال ومثلا اتفاقيات قدم حرب بعد الملة جرى على كل الاتفاقيات اللي قبلها على الاقتصادية اللي قبلها مع صادرنا إثيوبيا اللي قبلها كم سنة قبل يمثل أو مثلا موانئ نهاية الاستخدام وقال بشكل رسمي اتفاقيات اللي قبل يبوتو إعلاني نتبلع على اتفاقيات شخصية كم سنة إثيوبيين لبيلوات بيلو رسائل خاصة في جمال الزناوي وسياس لتتبادل لحلهم لكل على أتاتا قال لا الاتفاقيات اللي مشيت سبت اللي وقت لا حرب حصلت طبعا بعد كده حرب شامله حصلت لانه اقليم تجراي هتوتو كان على تورط على فركبوا حجه ركبوا طبعا كل المراقبين لما سووا راوا انه الحرب منطقه بادمي كسبب لاستخدموا دعم كمثل اللي يكونين يعني كمثل لسبب الحرب يكونين لكن اللي حد أزميته لحكومة إريتريا ده بالاتجاهات مناطق غرب تجراي اللي حدود السودان لهلا دي بند أتوا لا الحكومة الإثيوبية ساعدوهم أيام الحرب تجراي لكن باتفاقيات جراني طبعا حكومة إريتريا جزء من رينا من قبل شغلنا لا كله دائما واحد لنا باتفاقيات اللي جرى يكون السودان ما حصل تدخلات قليل عن طريق الرئيس لدى البرلمان يحلف الحزب يحلف ثبت لي لتوصيفاته كني تكتب له يتقدرني لا مسائل شخصية لا هي مرتنا حكومة إثيوبيا لترتيبات لسه ليس أبي أحمد ثبت سنتين وهذا على من السلطات من مسا ثبت لي اضطراني وانتخابات وقال لي البرلمان اندقيت البرلمان قالوا ده تغييرات إثيوبيا مرحلة انتقالية على ثبت لي إثيوبيين بزح خبرين صون اللي رأوا كله إنه لهم تجارب من السلطات فقروا وقال لهم أزوق قوات نعملوا حزوا لا إلا أكلت توبلوا ثبت لي بزح شرح قالوا ده يستحزيوني المقابل حكومة إريتريا لا معركة لا كفون تجد تجراي لمشاكل هلفن جيهم لتار فقروا قناني بدير مش قليتو يعني مثل إريتريا مثل تجراي علاني جب الشعبية وسياسة بالتحديد مثل لا تجراي على ثبت لي لما انا تطورنا واللي بنظام ثبتي يعني ثبت لي ما زي كمان ناتون دبيك قلت تحاجي ويتقدرني لا توم حدوم لامر ووتو نفس الحكايه زي حكايه بادمي حرب البادمي دبيت بعد بسبب بادمي قنصتني لكن لما انتقلت الوديت أزيمة نفس الحكايه بس لكن بطريقه ثانيه يعني انه اللي جيش هلا لكن كفؤته يعني من قبل
كليتهم قلت حاجه وبيحزون حكومه الاريتريا ما قلت حاجه وبيحزتهم قلت حاكين نتبعث لنا هذا جويت ده مين تتبعثكم لا يسالونني بس احنا نتبعث لنا ما كان لي كذا كم سيركلوت يعني سرهم وسلتوا سلتهم يعني نوصل امره لكن قلت حاجه ورسمي ثبت لي لا رسميا لدوله لا تتبهل يحليتني ممكن تقول لها دوله حاضرت يحليتني تبلى خلاف لا خلاف كان جي يوبيا ترتيبات لعلتنا على حرب لانتهيتني هسه كذا قلت صعب اتليت وبتجي سليت وإرثرا ترتيبات ما قبل حرب بادمية والانتقامات لعلى بتجي سليت ثبت لي يعني كليتهم قلت هاجو بيكوني رسميته التدخلات هلا وشعلت واللي حكومة إتراما في كم تدخلت دبل حربنا أمر إحنا وكله أمر لكن أبي الشت جهته يعني لما لقى بي السودان نتاتا قفلته كل ما زال لبلون هو بسبب جيش إرتلا لقى بين السودان سبت قفله واللي غرب تجراي سبت قفله ديهم بالمشاعر التحرير تجراي سبت لي لمعركة خسروي غدرون اللي اللي تقولوا لها لا نسموه لها لنا هذه يعني للتدخل هلا لتفاصيل كفاعل لكن كبسل بيكوكا تفاصيل تنقد ولا جري كونين وباتفاقيات لجري كونيني سبت لي لنا تايجوما أزي كمان ناتون دبيك كلا تحلل له شيء تحليل لتودي ولا كان بس هلا كفوت لنتيلا بأسو واحد من الجوانب يخسر واحد من الجسم يخسر زي تعزل مش قاعد لحليت يعني كفوت هل اريتريا زي ما قدرت ما كنت تحارب يا لباني هل اثيوبيا مسلمه مشاكل مع قدرت فقلت له حلل الدام تامزي لاسباب ذاته لدول ما وقت لا تدخلوا لما تعدل الامر يقدرون ولا من حاولوا ما لمشكله ميتوا لمحللين لقلي دائما لما تقول له حللوا لاسباب لحليت يربطوها باشياء كثيره هذا مثلا السودان لجر الحلا هميتي قوة يعني يمثل هامش الدول اللي المناطق اللي مهمش على سلطات لي علان اللي كله شمالي لسا تعمل على لكن لحكومة اللهم بسلطات لعنه اللهم شماليين سودانيين يسووا وقت لسلحوا وقولوا قوة جاء من حديث زهته السودان قال أي راح زي لا لأنه خلاص لا بديل لحكومة طريقة تمشي على السودان يتواصل ويتقدم لكن إنسان عندما تأكد اللي شيء أو هذا من اللي المعادلة الصفرية اللي باللغة العربية معناته إلا منطقة صراع الهضبة الحبشية دائما من قتل انتهي منه حكومة الإسبدام عندك سوي اتفاقيات عند ودول اتفاقيات قسنين لقيش يكونين ثبت لي دائما الخلاف لتاريخي مسك كذا حله انه لما انتقت الا الخلافه كله يعني عندك سيكا لا تحلل له يكونين دائما يعني لا التلا معركات لازم تنتهي بانتصار واحد لازم كان اي بديم او ميت ثبت لي زوقت لا محللين يعني خواجات كده ما تبلاوت وحتى قال سمر الساقوا لكت بوس على هيلتا مثلا يكو بيلو خدم اللي ابي ديما تيتو بيلو اللهم جاب الشعبي تحرير تقرا جاب الشعبي تحرير اللهم كده قال لي تعاروا يكونين حنتي هم قد جيشتوا العلاقات تقبل يعني اذا كان جاب الشعبي جيست تحرير ممكن تقرا تصالحوا مع حكومه اثيوبيا الهيام تتصالح مع اريتريا العكس اذا كان فعلا كان تلتهم بيلو اول ما حكومة تجراي جيسات من إثيوبيا طوال المصالحة الجديدة ميتو لسبب لم تصوب بيلا ولا لا بسينيا بيلا ولا الهضبة الحبشية اللي هم سب جبل دائما لمشاكلهم واحد يتخلص من الثاني دائما دمس أو قال لك دسر خذ كما نعمل لستوديو ميتو لترتيبات لو الدول دائما ترتيبات بشكل دول لا تقبي بتفاهمات لا تقبي يكونين أورو نفر لو ودياتها من مصلحته تستخدم وقال له سلطات تستخدم لا شعب بلا منطقة سبت يقدس السلطة حرم السلطة اللي سبت قدسه تقديسه مسي هو مشي يشككني اللي بني أخلي يعني دحيت بس حنا لا أو المسالح ودي اللي عنده لبل تبقى قدام قتهم ما يمتسين يحسبوا يبونه زدام تبعد عاد سلطات مفسدتها يعني ورا مثلا سلطات سلطة من قبل المسالح وش يعني كمان تبل انت مزي ما المكان يعني حو أبوهم ما لقط لحد يقولهم حق والعب قرم يوزع عيون لا مثلا أقول حنتق لا عبي سبقيه من قبل ما لا ولا حو دائما لا علاقتهم في التيس الناحية الثاني دائما شكوك الناحية الثاني ما لنا نسأل ما لنا بالعيد حاسبناني قال اللي بقول لكن اللهم اللي شيء لبوم طوالي لقيش لهلا قرره قيس ثبت شعوبهم اللي سألوهم ثبت اللي 5 حاجة يقول لهم ذوقته
تمام. كي وزير خارجية إثيوبيا لبل إحنا مشكلة لبنان يقن هدق ناي سلام هدق النيدة جهزان إحنا لكن لمفاوضات لا إحنا نودي الهدق اللي إحنا نوديه عصب ما قد تهله اللي ديبو يعني خصوصنا عصب ما قد نتهاجبنا للبل يعني دي بدي هندي يثبت كم سلو اللبل لهلا سبب ممثلة كان مقدرتنا إريتريا عند رئاسة والحرب استعداد ألقوهم كم سلو عصب كرر وإريتريا يعني وإريتريا كفرت تكبتكم اللي أنت يعني بشروط قلت تدي مفاوضات وحبت أرب كدي بديك يعني أرد ثابت أنت كم سلو هما يعني شعب ثابت انت مثلا يعني مناطق استراتيجيه ثابت كان يمكن السلاح قوي يعني ابايك يتامرون يعني انت ميت لما قدرته امري انتاني فكم سل شرط دول ودي من ده قصدات مثلا كان يعني لا تسريح اللي سياسيته ولا زياده ولا عصبيته كبر تسريحته مقيمه كذا احنا يمكن بس اللي أزيل تسريبات حديثة اللي بقولوا لها لو اللي بستاين اللي بهلا مستندات لفاقر لهلا بقولوا هنا من قبل لا دول دائما يعني فنجيها لرؤساء بترتيبات حسن اللي ترتيبات إلزامية الدولة أحيانا تدفع ثمن الشعب يأمن إذا أنت الشعب السيادة الوطنية وقلنا الصح لكن إلا السيادة الوطنية لتبهل دائما لرؤساء ولا زعماء لدول وقت لا اضطروا قلامة ساوموا با يعني كمان نهبونا كمان قلنا نهبكم له أزي على حسب الإثيوبيين اللي بيقولوا له هلا ولو يلا الحقيقة هلو من إنسان إحنا حبتهم لبيلو إحنا اتفاق خزلة 2018 بحيث إن إحنا حسب قلنا نستخدم ومعدات متيت لكن حكومة إريتريا حزين هذه حكومة إريتريا يعني إحنا حسب قلنا هبوهم نحزعنا بس توم يحزوني أو كمان شروطنا يبيلون يعني يسمعناني لأن سمعوا لنا من دول بعدوا كمثل من رؤساء دول بعد كمثل حسن شيخ محمود ناس وما اللي بيليه إنه إثيوبيا لموانئ هلا قلا ميناء جيبوتي ميناء تستخدم تقدر ميناء حسب ما تستخدم تقدر لموانئ اللي لكن إثيوبيا نالت حزي اللي تنالق اللي ما بيلم هذا اللي تصريح رسمي من حكومة إثيوبيا كونين يعني فهذا لا ثبت لي لإثيوبيين زي ما لا استغلوا له لا قدام إحنا طالما لا طرف كالآي لا أنا الاتفاق يودي كوني والاتفاق لو وديناه ليتو يبي لا أنا من قبل يعني في العلن خرس من البلد ده موضوع طبعا هنا زي خرس جسنا من قبل يعني نأمرني مجرب لكن هذا كمثل بيكو كلت لي لمستندات شوية لفقرة منه اللي من البلد من الرئي إنه لا حكومة إريتريا مستعدة تعلن مش كمان بحرق الذهب لكن برضو على المدى البعيد إنه إريتريا بتبقى تقبل كنوع من أنواع الفدرالية أو كونفدرالية وغيرها أو نوع من شو اسمه يعني تكون تحت إثيوبيا اللي ما بعد حام على سبت لي دول اللي ثلاث أشياء بتشوف أحيانا اتفاقيات عنها هذا إثيوبيا إذا كان إحنا مثلا حكومة إثيوبيا يعني اللي شيء اتفقنا دي لكن يودوني هذا من حديث اتفاق ودينا من قبل اتفاق إلزامي يقول لك بابو قتبل المنطقة اللي عبوها زهتها قال لا المجتمع الدولي الدول الإقليمية أو قال لك قدره هذا في المقابل لحكومة إريتريا اللي هتقدم معاناته لكن زي يعني هل قانونيا سمح اللي شيء يقول لك بقى دوليا قد يسمحني طيب هل الحكومة الإثيوبية كمان وديت من قبل قال شعب إثيوبيا تقدر تكسب أيوه قال شعب إريتريا تقدر تكسب أزليت له سؤال انسر أزيل سؤال انسر شعب إريتريا أزل وهل هم يثبت أنه شعب إريتريا تكسبه على ما يبيع أو مستحق ولا لا اللي وديت حق حل النظام وقت يتغير اللي شعب ما من النظام زحجان لا حل فهم الناس إحنا بنحز عنه اللي بتقدر زي ألمانيا مثلا بريطانيين وامريكان دي بالمانيا قسوا بعد الحرب العالميه الثانيه وتمتم لدير ولا عنه الشعب الالماني في الاول ممكن زعلها لكن الحرف الاخير فهمه وبيروا خلاص احنا بسبب لا اللي ديكتاتور لما تسالنا هتلر لا عاد بديت وكل فتله حرب عباية علت فممكن اللي بيقول لا للشعب اللي وقت لا يعني يقتنع تماما وسياسي يسال لي نظام يعني ميتو بالضبط للدمار على قلوب واحنا لا عاد شقيناها من قبل وحركات من قبل يمكن اللي بركل الشعب قلنا في النهايه اللي شيء تترسع ايوه كم سنه قدام بعد بزحل اللي تترسع كم سنه اليابانيين ما الامريكان اللي كل قنبله نزفت او من دهلوا قنبله نوويه
لكن حقوا أمريكان مسيهم انتقعوا لعدهم لديروا مسلم معنا وكانوا موجودين معهم وصداقة وبيلو خلاص لهم بيلو العداوة أجيال بعد اللي توديت احنا خلاص انتهينا بها. فأزي بحكومات بزوح كم سنة وعدد اللي ما تسي تبني على هذا اللي لا لو وديو لا تبلوم تبميتو لا لوضع الداخلي دي بيرتريا هذا وفق تصريحاتهم هتوم لأن من قبل كفوق أي سؤال هي قال اللي بيقولوا لها لو كله رئيس وزراء نالون بيلو إنه إرتريا حبت إلى بدي بعد يعني لا أنت حكومتها أنت شخصته يعني جريدتي اللي بدي باع إعلامي اللي بدي باع حتى شباب اللي تبهل اللي بدي باع فثبت اللي توم ولا حل لو إنه لا اللي شعب اللي مهما كان لا حلول لا تمشي بعد كده مثل توبن دقة سامق اللي تفهم قدر للبل تقييم وادي أمس الحوازته وباللي تقييمه توم دقة بين بعد دول واتلتا اللي تات حروب تاعتي اللي تات تقييمه ديت من قبي تبلا فعلا لنا فرلي بس مثل زي أمريكان ولا عراقته بيلو شعب عراق زهجان الله وصدامته من حرب ده بحرب دلات يوم هلك يوم ثبت اللي احنا اتينا من قبي تكبتونات ودم حبتوا فثبت اللي تات حروب حاسلك اني انه الحكومات تقدير تودي وتقول انا اتيكم من قبل بالله حرب الانديه ثبت لي ابلغ الشعب الاريتري ممكن لانه احنا على المدى القريب حقه كسبناهوني على المدى البعيد نقدر نكسب ولا لبل اللي تشفت بلهم او تقدير سنهم اللي انت ايوه اللي تفقعوا ولا شيء ها تمام قروب اللي انا قلنا حلت سنة علي كلوت استفسار تعرف عنها لو كل سؤال مسلك يعني اللي مشروعنا يصمدو دي بتقرا لقى فنك تقرا وارتيا مشروعنا يصمدو كما امر قل حرب هتمني قبي يمكن حرب وقع انت عليك فقل حرب اجليه او هي اخريه قلني بنقدر يمكن هتمني الهله اكيد قالوا وقبا على طيب من إلا حرب إلا من إلا مشروع الاستفادة يمكن سياسة قبي عامة كخاص الحرب قد تتأجل وقلوا وفي نفس الوقت كمان لما انتقد كمان بحدودنا إريتريا وشعبنا إريتريا كمان يمكن من إلا حرب اللي كمان يعني تتأخر منه بس كشعب تقرأ ما استفيد من إلا مشروع اللي مثل يعني مثل انا زلت لاحظ قوما قبل لي زي حكومه اثيوبيا تقول له اللي رسالة اللي كتبتها واللي تصعيد حاصل لها لا قدميهم حاصل لنا من قبل زيت بداخل تجراي الأحزاب لا تجراي الانتخابات المحلية تقبلها حليت حزب جو التعبير تحرير تجراي قال قاطعوه من دبيله ولا قاطعوه من دبيله الانتخابات اللي ودوهم على يعني اجتماعات كوم ومن ورن دقعون ده خططوه بحيث انه اللي تبغاه حل الشعب تجراي كله مسلم بالطريقه هذه اللي لكن قبلهم الاجتماع يحضروني وبيلوق التصور ده رئيس الاقليم ان احنا يا اخي احنا كاحزاب تجارب احزاب ثانيه بيتونا اللقباء ويانا ثلاثه بعدين بيلو احنا نروح انتخابات نشارك اذا ما حصل اجماع على قرة تجراي صار زي السياسي الانفراد على قرة متوم بانهم يكونين زي قدام بعيش شعبكم دي ولا شعب تجراي كله مسلم يهلان الا اول ما حسيت توم يسوي لما حركات من تحت غرب تجراي دبل مناطق محرلة صعب تعملوا بلا والقايد وغير دي وقتها اللي ما حنتعب مشكلة عباية ودقلهم مسلين موضوع صمدو ينجح يقدم له موضوع صمدو مشكلة تخلقها انه سياسة دبل من تقد حكومتها دبل من تقد اللي يجزوه حزوهم يعلون انه كليت يوم حلفاء فتوم لا حقط طبعا عندهم كلمة مثلا انت اتفقوا قل حاربوا دام صارت حدهم قل تحاربوا وقل حاربوا اللي هي حزوا علونه هذا ما حصل الحكومه الاثيوبيه اندمجت بدرونات وقال لما عركت في خلال كم يوم حسموا اذا سياسيا قبل تحرير تجراي اجماع يلوان كل شعب صار باطريق اللون واحد قال ايضا عسكريا كم سبقيلي هليتني اذا معناته حكومه اثيوبيا جيش قوته انه هي يحسم المساله في اي بسرعه كل رساله لك عزيز ولا سالسايت رساله انه لا مشكله للصمدو نفسه سالسايت رساله انه تحرير تجراي ما عندها استعداد جنوب بتتجه غرب تتجه لانه هتا غرب اتجهت من قبل سياسيا من المكسب الداخلي وهتلاقي غرب تجيش الارض تكون بلسليكم من محارات بالله جنوبها هي جت من قبل سياسيا التقارم سهي بتعون الا بتعون لانه لبلوم انتم تتعبوناتهم يعني الحرب هذه طويله لكن اللي غربنا الناس فلا مشاعر ولا متبولة ولا متبولة ولا تعاطف مثل لو قتل غرب جيش اللي الحكومتين ناس فده بدلي
اللي لحس له مجموعه اشياء، لحس له اللي قالت سمدوت تقول له، قال له وضعيه شو اسمه كله رسائل كله ابى اخدمه، قال لي شمال لحل اللي تقالوا لك بقى محل لك بقى، قال لك بقى ابى اخدمهم اللي هذا الشيء. فهذا ثبت لي هدوء التوقيت، ما اعتقد رسالتنا انه احنا سياسيا وضعهم سنيه هلان، عسكريا وضعهم سنيه هلان، داخليا برضو اجتماعيا مشاكل هلا. ثبت لي لفرصنا حكومه اثيوبيا ازلت حقوقها لتولى او فرصتها هليت فرصتها عبايده في اللي وضع احنا ننبغي والحل اللي انت ثبت لي يعني. تمام. اسكيدي باخر قلنا قيمنا حزل لنا تلي حرب دي بفترة بادمة حول محادثة السلام واللي لمحكمة قرار حق أفقرت حالتنا حرب لا سلم ولا حرب قبت في إريتريا وإثيوبيا، وبالتالي من الحالة الإريتريا بزح ضرر طبعا كشعب إريتريا بزح مضرات قبل دي والسياسة الاستفيدة منها بتجنيد لك بكله باستمرارية دي بسلطته، لكن شعب إريتريا يستفيداني مضرات عباية قبل دي من حالة لا حرب ولا سلم. وبالتالي أزي يعني هل إثيوبيا كما تجربتنا ويانا دقمت من قبل مثل إريتريا حالة لا حرب ولا سلم، كن التهديدات وكن اتهامات وكن تسريحات بكم سلوك جيست من قبل دي بالحالة الإريتريا اللي تخسروا طبعا كاقتصاد وكبنية تحتية ألباني لخسارة دي بتبقى. هل إثيوبيا كنا حالة لا حرب ولا سلم خارجة مثلا قبل ولا يا حرب يا كمان سلام قلت لي بار رسمي دي بلا عندنا أيامنا في برنامج نقد بس هذا. حتى أزيل إقليم تجراي حاليا ذاته مثل إثيوبيا مشاكل يعني لحكومة تواجدي هلات ولا يلبان يجيبوا كله لهلا تواجد اقتصادي تلا إقليم مصاريفه من مركزنا السوا. الإقليم يعني مثلا صادرات لا مركز يلبوني على أساس إنه لا مركز ولا أقاليم الثانية تتضرر. يعني إقليم تجراي زراعيا أما يكفي نفسه بس أو يحتاج من برا دعم لا لست من نون ده فقرة لحراسة دب أماكن بعد لقيس بيتوبي لبوني صناعيا مثلا لما انتقد صناعية تجنبل وتصنيع هلا وقليل لبوني ثبت لي لحالة صار حالة لا حرب ولا سلم إثيوبيا بس متودية سياسيا لا ما تعطي فرصة للحكومة الإثيوبية إنه لما مشاكلها قد تحل. ودائما المشكلة السياسية لا قيمة لا من لا دائما دي بلا أجواء تسألنح معناته وحلول قد تركب لا دائما أي وقت ممكن مشاكل حصل ولا حصل اقتصادية لكن تأثير الأموني. زي بديل تقراي لأنه لا حكومة بديهم على واللي مناطقهم على وتوم ما درروا لأنه توم يعني لموانئنا التراب بالذات من نبات اللي استخدموا وقل شقوا ومصانعهم قلوا ده وقال لتنميتنا لهم بزح سنين أخرت بسبب الموضوع هذا. أزل طبعا لتات أشياء اللي فقرته طبعا لتاريخ يعني أشياء اللي يعني ضرر اللي حصلتها وبسببها ممكن إلا سبب لأجيال تعبت وممكن يعني لقدام أشياء بسهولة اللي حلله لا قدر الله على فنجي اللي كله مكونة من كل اللي تقرينيا الهدف لهم سبلا حدا بطلت انتزي كله يعني شعب حنتي لغته حنتي كله حنتي اللي كله مصانع قلوا دين تقدر تطوير قلوا دين تقدر بسبب عناد كم نفر اللي كله ثمن لدفعه يعني اللي كله قلب صحوله للاستحجيع على اشياء دي بوقتها. نعم. هذا حالة لا حرب ولا سلم قلت بقى ما ذاته إرثها لا عمر له نظام ذاته يساعدني لمفردات لعليد بلا منطقة تساعدني. السودان لوضع ديبة مرة متأزمة له. نظام إثري إذا كان لوضع السودان تمثلها لا زي لجيشنا السودان تبقى اعتمد من قبل اللي ميزانيات لاستحزيوته فدي اللي جبهتنا السودان رايقة على تقبلها وطوالي أول ما مسلت بس راح حصلة طوالي مثل السودان من لا حالة لعداوة لعنتات وإسقاط نظام الجبهة الجبهة الإسلامية اللي بلوا على سياسة دب عاريوت مسألة والدنيا شغيل هذا لكن ولا له هم يقول له اتجاه قال عاريو ما من حزين وصل اتجاه هذا من السياسة حجز الإعدام حبت تعبته زيادة. فبالتالي احنا زي مرحلة الله حرب الله واللي اللي حصل لها مرحلة حداث في الأخلاق لمرحلة قميتها اللي حدود السودان لها
إريتريا اللي بنفسه تشكيلة حداث في الودة فرصة اللي اللي تجراي قبل مشاكل اللي حصل لهم أزي لحزب الكبير سنة 90 91 وقت لعد أتوه على الجنوب وتوم واللي جاب الشعبية اللي زي خلاص يعني جيسة. فمن رأيته احنا مجتمعات أزي تحاول من جديد لتبني مش عندها بنيت لتتحرك القوانين من حديث أزي لبدا منا قلوب تبني قد تحاول وتوبيا كم سنة إيه لنا لانفتاح الجنوب لجرى لها من تنمية اقتصادية بناء قالي انفتاح في الغاز في أرض الصومال قالي فلا فرصنا لا ولا أراضي زراعية ولا ثروات كي لها لتوزع لتحدي مثل الأمحرة لك أنت تبرر ميجو اللي إقليم الأمحرة لأنه إقليم الأمحرة اقتصاديا عنده يعني في إثيوبيا يعني بزح ضرر ممكن يودي أولا مناطق الفشخ في السودان لحليت مثل مسيها بزح مصالح حليت انسر مناطق بني شنغول وقرب أراضي زراعية بزح بدو فثبت اللي ديبوتو لمشاكل اللي حصل بل اللي قدام نفس لحالة تكرار لحالة نحصل الكونيني تغييرات تمساتو لتغييرات حنشوف منها حاجات جديدة تمام، شكرا أستاذ علي هندي. قل لها بكناتو توضيح. هاي سامة تنسيتنا اندأت لنا لنقرب أقول لكم مقالة من وسائل التواصل الاجتماعي لنسألها كاتب محمد رمضان نكتب مقالة بعنوان اللاجئون الإريتريون في مصر بين أزمة الإقامة وغياب الحماية. اللاجئون الإريتريون في مصر بين أزمة الإقامة وغياب الحماية. لا شك أن دولة مصر وشعبها يمتلكان تاريخا حافلا ومعروفا في استضافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة في بلدانها الأم، كما أن القوانين المصرية والأعراف الاجتماعية والمزاج العام المصري معروفة بدعمها للضيوف، وأن المؤسسات الحكومية وفي أعلى مستوياتها تستقبلك بمحبة وتقدم ما يمكن تقديمه بكل يسر وترحاب وطيب خاطر، ويدرك ذلك كل من عاش فترة طويلة في أرض الكنانة. وللشعب الإريتري قصة مختلفة ومميزة مع مصر الحبيبة، حكومتها المتعاقبة وشعبها الطيب. ويكفي أن الثورة الإريترية كان ميلادها في قاهرة المعز، وأن الأزهر الشريف كان قبلة لطلابنا منذ عقود. ولا تزال مصر تمثل الأم الرؤوم والحديقة الخلفية لشعبنا والسند الداعم لدولتنا الوليدة ضد الأطماع الخارجية، وهو موقف تاريخي ستحتفظ به الأجيال الإريترية لحكومة مصر وشعبها من الضياف. ظل الإريتريون في دولة مصر يعيشون بكرامة طيلة عقود، وكانت الحياة تمضي بسلاسة ويسر، فأحب الإريتريون مصر وشعبها، وأحب المصريون شعبنا الذي يبحث عن السلام ويجتهد للارتقاء بحياته وحياة أسرته، ما وجد إلى ذلك سبيلا ملتزما بالقوانين والأعراف المجتمعية. واستمر قدوم الأسر الإريترية نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في بلادنا إريتريا حتى بعد استغلالها بسبب عوامل متعددة، منها الحرب الحدودية إضافة إلى تطلعات لم تكتمل بعد. ونأمل أن تتغير الأوضاع في بلادنا لتستقر الأسرة الإريترية في وطنها، ونغلق فصلا من اللجوء والشتات والغربة التي لا تسعد أحدا. استمرت الحياة في مصر على هذا النحو حتى اندلاع الحرب في السودان، فزادت أعداد اللاجئين إلى دولة مصر فرارا من نيران الحرب التي نأمل أن تتوقف. هذا العدد الهائل أثر بوضوح على أوضاع اللاجئين الإريتريين والسودانيين على حد سواء، وانعكس ذلك بصورة واضحة في ترتيب أوضاع اللاجئين المقيمين والجدد وتقنين وجودهم وفقا لقوانين الدولة المصرية واستخراج إقامات لهم. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل وتيسير الإجراءات، ظلت مشكلة الحصول على الإقامة تتفاقم يوما بعد يوم،
وزادت حملات القبض في الطرقات والأسواق ووسائل المواصلات لتتحول إلى كابوس يهدد استقرار الأسر. يتعرض مئات اللاجئين الإريتريين للإعادة القسرية إلى بلادهم رغم وجاهة أسباب مغادرتهم ورغم التزامهم بقوانين الدولة المضيفة، حيث يتم القبض عليهم وترحيلهم بحجة عدم امتلاكهم إقامات سارية. وتكمن المشكلة الرئيسية في صعوبة الحصول على موعد الإجراءات الإقامة، إذ تمنح المفوضية مواعيد مؤجلة لعام أو عامين حسب القدرة الاستيعابية اليومية للجهات المختصة. وخلال فترة الانتظار يتعرض اللاجئ الإريتري والسوداني لحملات القبض اليومية، ويتم إيداعه السجن وترحيله بحجة عدم وجود إقامة سارية. ولا يتم الاعتراف بخطاب الموعد الصادر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر، ولا يشفع له كرت المفوضية الذي يحمله، إذ لا تعترف السلطات المصرية بهذه الخطابات بحجة أنها غير مختومة ولا يمكن اعتمادها. وهكذا بين عدم اعتماد خطابات المفوضية وطول مدة الانتظار يتعرض اللاجئون للقبض والترحيل القسري، ما أدى إلى إعادة أمهاتهم قسرا حتى دون أطفالهن، ومكوث كثيرين في السجون لعدم اكتمال إجراءات ترحيلهم، وعدم قدرة عدد كبير منهم على دفع تكاليف تذاكر الطيران. كما حرم هذا الوضع الكثيرين من ممارسة حياتهم الطبيعية، وتوقف عدد كبير منهم الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم خوفا من القبض والترحيل. ندرك أن المفوضية تبذل قصارى جهدها لحل المشكلة، لكن يظل التساؤل غائما: ما جدوى وجودها إذا لم تستطيع حماية اللاجئ وضمان حقه الأساسي في عدم الترحيل القسري؟ وما معنى إصدار خطابات غير معتمدة وهي تعلم أن اللاجئ سيكون عرضة للقبض والترحيل حسواء كان حاملا لكرت المفوضية أو خطاب الموعد؟ أليس الأجدى البحث عن حلول عملية وناجعة بالتنسيق مع السلطات الرسمية ووضع حد لهذه المشكلة بدلا من الاستمرار في إصدار خطابات لا قيمة لها لدى الجهات الرسمية؟ ندرك الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المنظمة الدولية من شح التمويل وتأثير ذلك على أوضاع اللاجئين، لكن هذا لا يمثل مبررا كافيا للتعامل البارد مع قضايا الجوهرية تمثل تهديدا صريحا لحياة اللاجئ. وعليه نطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر بالتحرك العاجل والجاد مع الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية لحل هذه المشكلة، ونحن على ثقة من تجاوب الجهات الرسمية. كما نأمل أن يتم رفع هذه القضية إلى الدول والجهات المعنية لتصبح قضية رأي عام عالمي تحتاج إلى معالجة عاجلة. وأقدم هنا بعض المقترحات للحلول مع علم التام بأن الجهات الرسمية في جمهورية مصر وإدارة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكثر علما وإدراكا، وقد تكون لديها رؤى وإصلاحية أكثر واقعية، إلا أنني أطرحها من باب التوضيح وإيصال صوت من لا صوت لهم. مقترحات الحلول: خطابات المواعيد الصادر من المفوضية والاتفاق مع الجهات الرسمية على صيغة معتمدة مع فحص المستندات إلكترونيا بدلا من اقتياد النساء وكبار السن إلى السجون وما يترتب على ذلك من معاناة للأطفال. تحقيق تناسب زمني بين مواعيد الإقامة وصلاحية كرت المفوضية، فلا يعقل منح موعد بعد عام أو عامين مع تعريض اللاجئ للقبض والترحيل خلال تلك الفترة. اعتماد كرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر كوثيقة رسمية تكفل حقوق اللاجئ وتمنعه من الإعادة القسرية. تمكين من يحمل إقامة من تجديدها مباشرة دون الرجوع إلى المفوضية طالما استوفى الشروط القانونية. فتح نوافذ وإجراءات جديدة بدلا من الاكتفاء بمنفذ واحد، إذ أن الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين الإريتريين والسودانيين تتطلب توسيع المنافذ وتبسيط الإجراءات، فمكتب العباسية وحده لم يعد كافيا في الوقت الراهن رغم الجهود المبذولة. نثمن عاليا جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما تقدمه من مساعدات إنسانية، كما نقدر حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على فتح أبوابها للهاربين من الحروب والاضطرابات
وندرك حجم الضغوط والتكاليف التي تحملها الدول المستضيفة، ومع ذلك نأمل مراعاة خصوصية أوضاع اللاجئين الإريتريين في مصر ووضع قضيتهم في الاعتبار، كما ندعو جميع الإريتريين في المهجر والجهات الرسمية إلى العمل على تخفيف معاناة اللاجئ الإريتري والتواصل مع المنظمات والجهات ذات الصلة للبحث عن حلول عملية، آملين أن تصبح هذه القضية قضية رأي عام إنسانية وحقوقية تخص الإريتريين بالدرجة الأولى وكذلك الأشقاء السودانيين. القلم محمد رمضان، كاتب إريتري. وكي منبرو السجن دول
حيسام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متركمتو أسكو دحن اسمنو